عنوان الفيديو ده: ربنا يهديهم قبل ما يبتليهم. انا ما بحبش اتكلم في الدين لاني مش متخصص، ولكن حديث نبوي بيقول: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وده مضمونه كبير جدا، وهو ده اللي انا عايز اقوله. الا الشماتة يا جماعة، بنشمت في اللي قدامنا ليه؟ يعني احنا نشوف واحد ربنا ابتلاه بأي حاجة، مرض بقى، أذى، ضرر في يعني في صحته، في أهله، في أي حاجة. بص عامل ازاي، بص شكله. هو شماتة جاية أتوقع قريبة من التنمر، أو ليهم علاقة ببعض، في كونكشن ما بينهم. الناس اللي بتضحك وتبقى مبسوطة قوي. بص ربنا عمل، بص ده جاله ده عي، ده مرض، ده اتطلقت، ده مش عارف ايه. يا جماعة الشغل ده يعني انا مش فاهم يا جماعة. ما اللي فيهم ممكن يعني ما ينفعش يا جماعة بكل حال من الأحوال. اللهم احفظنا وجميع الأديان السماوية والأعراف والأخلاق والإنسانية بتقول إن ده مش صح. يعني أنا متضايق لأن بقابل بعض الناس بحس إن هما مش عارف يعني ما في. هو انتوا مش يعني انتوا ازاي بتعملوا كده ومبسوطين ومش حاسين؟ هو انتوا يعني ما مرتوش بده؟ انا ما بتمناش الضرر لحد، ولكن لو حصل لهم حاجة واتحطوا في الموقف ده هيبقى وضعهم ايه؟ هيحسوا بايه ساعتها؟ هتحسوا باللي انتوا كنتوا بتعملوه في غيركم، ولا هتقولوا يعني مش عارف بقى بصراحة. فدايما الواحد يعني الانسان بطبعه يعني ما بيحبش الضرر لغيره، ولكن بيقول يعني ربنا يهديهم قبل ما يبتليهم. عشان يمكن يكونوا هم في غفلة مش واخدين بالهم من الأذى والضرر النفسي والمعنوي الكبير قوي اللي بيقع على الآخرين، واحنا بنضحك او بنتنمر او بنسخر منهم او ايا كان على حاجة مش بإيديهم. ولكن لو بإيديهم اوكي ممكن نقول. يعني انا مثلا عملت قبل ما الشعر يروح كده ويتند يعني بقصة طويلة، تعمل تسريحة بمزاجك ممكن تغيرها يعني، ولكن هي حرية شخصية. ممكن ما تعجبش حد، يضحك عليك، يتريق، يقول لك دي وحشة دي حلوة، اوكي عادي، لان ده اختيار، ممكن اغيره ممكن حاجة. ولكن واحد مثلا ربنا يعني، او خلينا نقول حاجة خارج ارادتك، خلاص يعني مش بايديك انك تغير فيها او تعملها، فدي ما ينفعش نتكلم ولا نشمت فيها. دي مش نصيحة ولا حاجة يا جماعة. نتقي الله يجعل لنا مخرج، كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، والحافظ والحامي هو الله. واعذرونا يا جماعة عشان ده كان يعني فيديو كده سريع، والواحد يعني مش مجهز نفسه، ولكن الكلام دايما بيطلع من القلب للقلب، فالواحد ما بيحبش ان هو ايه يتجمل غير لو استدعى يعني. ولكن دايما بنقول خلينا على طبيعتنا كده، ونقول الكلام اللي يطلع من قلبنا، بدل ما نتظاهر بشيء احنا مش فيه، او نتجمل ونعمل نفسنا حاجة واحنا عارفين ان احنا مش الحاجة دي اصلا، ونسلمها لله ونقول يا رب شكرا.